عمرك تخيلتي تفيق مع الجوج ولا ثلاثة الليل وتسمع شي بلان كيتحرك في داركم، شي صوت في شكل ولا شي باب كيتحرك غير بشوية وبوحدو؟ عارفك تقدر تكذب على راسك وتقول راه غير الريح ولا شي صوت من برا، لكن شنو الا قلت لك باللي كاينين ناس ركبوا كاميرات وسط ديورهم وشافوا العجب؟ الليلة غنشوفوا ثلاثة الحالات مختلفة، كل حالة أغرب من اللي قبل منها. مع تطور الكاميرات ديال المراقبة داخل الديور ولا سهل على أي واحد يشوف بعينيه اش كيطرا عنده في الدار، لكن بعض المرات هاد الكاميرات ما كتصورش غير الناس اللي ساكنين تما، ولكن كتصور شي حوايج أخرى وما كانش خاصها تكون تما أصلا. اليوم غنشوفوا ثلاثة الفيديوهات انتشروا في الانترنت وخلوا آلاف الناس مختلفين عن التفسير ديالهم لدابا. شكون فينا ما عزيزش عليه يصور ذكريات مع ولادو، خاصة فاش كيكونوا يلا تربية صغار؟ هادشي بالضبط هو اللي كانت كدير سيدة سميتها أكينا، نعطيوها حنا سميت مريم أم شابة عندها قناة على اليوتيوب وكتشارك يومياتها مع ولد الصغير، وفعلا كل شيء كان بخير وكانت كتلوح فيديوهاتها عادي. حتى جات واحد الليلة في يناير 2024 مع 2:30 الصباح تقريبا، وبين ما هي باقا سهرانة مع ولدها الصغير وكتنعس فيه، فاقت مريم على شي صوت غريب كيدور في الدار. اللي غيوقع من بعد هو هادشي. اشترك معنا. الكاميرا اللي كانت كتصور وتقاد اللحظة كاملة، في الكاميرا كيبان باب البيت كيتحل وكيتسد بوحدو، ولكن هذه ماشي الحاجة الغريبة. من بعد قالت مريم باللي ذاك الباب شافت شي واحد واقف كيشبه بزاف راجلها من وراه. المشكل كتقول مريم باللي راجلها ما كانش في الدار اصلا وكان خدام وماشي وقته هذاك اللي كيرجع فيه للدار، ومع ذلك كتقول انها كانت متاكده انها شافت نفس الهيئه والشكل ديال راجلها واقف حاضيها من ورا الباب. والاغرب من هادشي كامل هو ان مريم كتاكد غير تحل الباب نظام الصونيط الانذار ديال الدار غوت مباشره، كان غوت بحال ان شي حد دخل فعلا للدار وحل الباب. وهي من ورا ما خرجت هبطت تقلب على رجلها، غير وصلت للسفلي لتحت كلشي كان مطفي. الباب ديال الدار الكبير كان مسدود وما كان حتى شي بلان كيبين ان شي حد دخل للدار. وملي رجعت للبيت كانت باينه في الكاميرا الصدمه ديالها من الموقف بشكل واضح، كيف ما كنشوفوا وقفات في الباب بشويه وبقات غير حايره ومرتبكه وكتشوف بحال اللي عقلها باقي كيحاول يفهم شنو وقع دابا. وحتى اليوم لا حنا عرفنا شنو اللي حل داك الباب، لا مريم عرفت شنو داكشي شافته في دارها. ولكن شنو الا كان هذاك الشيء اللي شافته مريم ولا أكينا غير البداية مقارنة مع الحالة اللي جاية؟ حيت في القصة اللي جاية الأحداث بدات من وفاة شخص وما سالاتش تما. آرون نعطيو حنا سميت حمودة، كان ساكن في بارطمة عادية سيمانة وهو كيشم شي ريحة خايبة جاية من البارطمة الشار اللي ساكن تحت منه. بلاتي خويا اختي مكمل هاد الفيديو، دير هاد اللعيبة هادي قبل ما يسالي العاد التنازلي. ودابا نكملوا. حتى جا واحد النهار كانت انتشرت الريحه بزاف، جاو البوليس حلوا الباب واكتشفوا بان النجار توفى لداخل. هاد الخبر اثر في ارون اللي هو حموده بزاف. الفكره ديال ان واحد مات تحت رجليه مباشره خلاته ما يبقاش ينعس ويبقى مرتاح، لكن غير ايام بدات كدوز من ورا الحادثه بداو كيوقعوا شي بلانات في شكل مع حموده. واحد النهار مع ديك 43 دقيقة الصباح سمع حمودة صوت جاي من الدروج، صوت خطوات خفيفة بحال شي واحد كيتمشى في الدروج. في الأول دار عين ميكا وتجاه للبلان، لكن غير شوية بدا كيسمع نفس الصوت جاي من الحمام لداخل. ملي دخل الحمام لقى الغطا ديال الطواليت محلول والما كاين بطريقة غريبة تما.
المشكل حموده كيعاود لينا انه كان غير بوحدو تما، ومن داك النهار ولات كتوقع احداث متفرقه تقريبا كل نهار. مره كيسمع المشاش عنده في الدار بالليل، مره كيكون كيصور حتى كيسمع شي صوت غريب في الكاميرا، مره الضو كيبدا يضوي ويطفي غير بوحدو. واحد الليل حموده كان مع صحابو في الدار، حتى لشويه سمعوا كلهم نفس الصوت، طلعوا تبعوه. كان كل ما كيقربوا داك الصوت كان كيوقف، وكل ما كيوقفوا كيعاود يرجع. شويه الضو اللي وراهم طفى غير بوحدو قدام الكاميرا وقدام كل شيء. That is fucking creepy, literally, bro, dude. just like, is anybody here? Is anybody here? Like, no, you just gotta, anybody here, sir? The light over there just turned off. I'm not even joking. اشترك معنا. Let's just go. We should just get out of here. The light just turned off down here. اللقطة خلاتهم يخرجوا مباشرة من الدار، لكن حمودة كيسحب لكم ساهل. قال لك بغى يدير طقس تنظيف روحي للدار، بحال عندنا حنا يطلق القرآن، وبغى يصور كل شيء. وهو كيدير البلان، حموده كان شاد بالكاميرا واحد القنت بالضبط في البيت، بحال الا كانت شي حاجه كاينه تما. من بعد هادشي كامل بقى سؤال واحد مطروح: واش كل موقع لحموده غير كان خوف؟ يعني كان خوف ان داكشي اللي تاثر به بزاف بمول جارو لتحت، ولا كانت فعلا شي حاجه اخرى معاه في ديك الدار؟ الى الحاله الاولى والثانيه جاوك عاديين وقدرتي تلقى لهم شي تفسير، كنقول لك بالما الحاله الاخرى هي اللي باقا محيره الناس في الانترنت لدابا. هاد الفيديو تصور داخل عمارة سكنية، أو بالأحرى موبل. كاميرا كتصور بنت من وراء ما كانت كتلعب في الدروج، غير هو شوية كيبان لينا تحت الدروج مباشرة كان كاين واحد البيت صغير ومظلم، وكيبان أنه مهجور ومعمول من موالين الموبل. الدرية اللي يلاه كانت كتلعب كانت كل شوية كتشوف تما كتبعد، وكتعاود تشوف تما وكتعاود تبعد، بحال إلا شي حاجة كتشوفها وكتصدم حيت كتشوفها وكتبعد وعاود كترجع تشوفها. موالين الموبل في الاول ما عطاوش اهميه للموضوع، ولكن ملي رجعوا شافوا الكاميرات بشويه لاحظوا بلان كيخلع من داخل الظلام. بانت شي حاجه كتشبه ليد خارجه من الخوا، وبثواني قليله كانت ديك اللي كتشير لجهه البنت، ومن بعد كتعاود تخبر. اللي زاد حير كل شيء هو ان شي مش جا لنفس البلاصه غير بشويه من ورا الحادثه، ولكن مباشره وقف بدا كيشوف نفس الجهه، وبدا حتى هو كيبعد غير بشويه بشويه. السؤال: شنو داكشي اللي وقف البنت في بلاصتها بزاف المرات؟ وشنو ديك اليد؟ واش كان كيقول داكشي للبنت؟ حتى اليوم ما كاين حتى شي حاجه كتشرح لينا هادشي. ثلاثه المقاطع مختلفه، ثلاثه الديور مختلفه، وثلاثه الاحداث مازال مواليها كيقولوا انهم ما فهموش شنو وقع معاهم لدابا. الغريب في هاد الحالات كامله هو انها كتعطيك اسئله اكثر ما كتعطيك بالضبط اش كان واقع تما. اش بان لك في هادشي؟ بارطاجي معنا في الكومنتات.